السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف الحال؟ أموركم طيبة إن شاء الله. إحنا الآن في موسم الأمطار، مطر ليل ونهار. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الدنيا خضراء، كلها خضراء، سبحان الله العظيم، ويحيي الأرض بعد موتها. لا إله إلا الله. رسالتي هذه للناس المتهورين اللي ما عندهم عقل. يعني نشوف عشرات السيارات مجنبة وهو يقوم يقطع بسيارته السيل. أنت تتحدى من يا حبيبي؟ أنت تسمع الناس والأرصاد الجوية تحذر من خطورة السيول. الناس يصيحوا لك ارجع ارجع، لا تقطع السيل. السيل ما يرحم، السيل ما يرحم، يجرف الأخضر واليابس، يهد البيوت، يشل ما قبله. وأنت قمت تغامر يا أخي. فكر بعيالك، معك أسرة منتظرين لك، أطفالك عيالك منتظرين لك. أنت معك عقل ولا ماشي؟ خاف الله. يعني أنت تشوف الحوادث كل يوم، احنا في غرق كل يوم. فلان غرق، القاطرة حق فلان غرقت، السيارة حق فلان غرقت، الجهال الذي يتسبحوا في السوائل غرقوا ويشلهم السيل. كل يوم الناس تحذركم ولا تفهموا. معكم عقول ولا ماشي؟ وأصحاب البيوت القديمة الذي قدها على وشك الانهيار، ننصحكم أنكم تخرجوا منها. لأنه كل يوم احنا نسمع هذا بيت فلان انهد فوقهم، وهذا خرب، وهذا طاح، وهذا القلعة بكلها قلعة شمر هرعش خربت، انهدت القلعة. نتمنى أنكم تخرجوا من البيوت المنهارة، يعني الذي قدها قديمة. اخرجوا عند أخوك، اخرج عند أهلك الثانيين، عند خالك، عند عمك، عند لموسم فترة الأمطار هذه لو ما ينتهي. وبعدين ارجع بيتك ورمم. رمموا البيوت يا جماعة أول بأول. هذه آثار يعني حضارية مفروض ان احنا ننتبه لها، خاصة القلاع والبيوت القديمة. هذه آثارنا وحضارتنا. ننصح الجهات المختصة انهم يرمموها و... وما يفلتوها ابدا. وننصحكم تجنب السيل، وللمرة 20 وللمرة 1000. تجنبوا السيول يا جماعة الخير، تقوا الله وخلاص.